كاري وكركم يا جماعه، حطيت بيكنج باودر سنه صغيره وسنه صغيره نشا، لان كلهم على بعض مش هيجوا معلقه شاي صغيره. تمام كده في الايه. وانا ايه اللي انا بدل الفيجيتار، يعني ما حطيتش فيجيتار خالص. يعني معاكي اي اللي هو دجاج كنتاكي او الستريبس او اي حاجه انا بعملها، ما بحطش اي فيجيتار، اي نوع فيجيتار خالص. كنت في الاول زمان كنت بحط، بس بعد كده ما بقتش احطه. تمام كده. احسن ان انت تروحي تجيبي فيجيتار غالي والكلام ده كله وتقعدي تدوري على نوع كويس. لا لا، ما تعمليش كده. معاكي مكرونه مسلوقه هنا وهنا، معاكي ايه بطاطس ايه محمره يا جماعه. طبعا عشان انا عيانه فما عملتش مكرونه بصلصه خالص، فعملناها مسلوقه كلهم هياكلوا مسلوقه. في اللي هياكل وفي اللي مش هياكل، ما علينا مش مهم، وده مش موضوع. فطبعا لما كمان تجيبي البانيه، يا ريت تجيبيه البانيه رفيع، السمك بتاعه تخين مش رفيع، معلش السمك يكون تخين لان الراجل مرفعهولي، فانا مش بحبه يكون رفيع. فلما يكون البانيه تخينه شويه تقدري تقليها، تقدري ايه تطلع معاكي نتيجه افضل وافضل. ده عشان فيه رفيع شويه النتيجه بتاعته مش هتبقى الهايله زي ان انت بتعملي. طبعا انا نزلت لكم كذا مره ونزلت لكم كذا طريقه، وانا طبعا ما بحبش البانيه رفيع. معاكي بطاطس محمره، معاكي مكرونه مسلوقه. طبعا اكل بسيط وسهل، لان طبعا الجو حر بطريقه رهيبه، مش محتاج طبيخ، مش محتاج حاجات كتير. وانا اصلا عيانه، يعني انا كده كده في الطبيعي تعبانه جدا وباخد ادويه كتير، فما بقاش مركزه. تمام كده يا جماعه. فهلاقي حاجه بسيطه وسهله. طبعا بنزل لكم الفيديو بتاع البانيه وانا بتبله، هبنزله لكم بردك عشان ايه تشوفوه. بصوا كده، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بصي، اكل سهل وبسيط وخفيف وتقدروا تعمليه يا جماعه، مش هتحتاجي اي حاجه. انا البانيه كان عندي، البطاطس كانت عندي، المكرونه كانت عندي. انا ما بحبش انزل خالص السوق، فعشان ايه اعمل معاكم ايه حاجه واروح منزلها لكم.